موسم السدر يعني لي الكثير. موسم السدر هو عصب شغلنا اللي قاعد نسويه طول السنوات اللي طافت. موسم السدر في كل سنة هو بداية من الصفر، احنا اللي معتمدين عليه اعتماد كلي، وعسل السدر هو المرغوب في الكويت والدول العربية كلها. تخيل يعني انت بيبلش الموسم وطيارة توصل لك الكويت فيها النحل ميت، شو تسوي؟ اكثر من مرة يحوشني انهيار بالمطار. المستهلك الخليجي يحب عسل السدر، واحنا تربينا وتعلمنا على ثقافة عسل السدر، لذلك لما انا اشتغلت في مجال تربية النحل تعلمت على تربية النحل بموسم السدر. فبالنسبة لي عسل السدر هو كل شيء قاعد نشتغل فيه في السنوات اللي طافت. الموضوع وايد معقد، ولكن احنا نختصرها بكل بساطة، نقول ان الموسم بلش شهر 9، اللي صار قبله شلون؟ بثريبيز لما نتعامل مع موردين النحل هم يحتاجون وقت على اساس يرتبون هذه الامور بالكامل، واحنا عندنا دور كبير ان نعطيهم المعلومات بوقت مبكر على اساس يمديهم انهم يجهزون الاف النحل اللي قاعد نستخدمها بمناحلنا المنتشره جميع مناطق الكويت. حوسه 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 حوسه، نحط النحل بالمناحل ويبلش يشتغل ونفتح صفحه جديده من الصفر. انا اقدر اقول لك اياها بكل ثقه، احنا بثريبيز اكبر منظومه تربيه نحل بالكويت. تبارك الرحمن السنه هذه احنا استوردنا ما يقارب 5000 طرد نحل، وزعناهم على شركائنا في النجاح، تقريبا عددهم 300 عائلة كويتية، وكذلك إجمالي النحل بعد ما حسبناهم يطلع تقريبا 8 مليون نحلة. كل هالشغل وهالجهد وهالعمل اللي قاعد نشتغله صبح وليل لهدف واحد بس، إن احنا ننتج أفضل عسل سدر كويتي نقدر نبيعه حق مستهلكينا بكل ثقة وبكل رضا. طبعا بعد ما نستورد النحل ونخلص اجراءات النحل ونطلع النحل من المطار، يكون عندنا خيارين، اما نوديه للمناحل مباشره او نوديه المنشر نخلي النحل يريح يوم يومين 3 ايام حسب خطه العمل اللي عندنا، بعدها نرجع نوديه الى المناحل مره ثانيه. الاليه هذه والتنظيم هذا ترى في دوخه وهم كبير وفي عوار راس، وفي بهالعمليه والبروسس هذا يكون في فقدان للنحل اثناء النقل. مثلا واحنا قاعد نحطه في السيارات في الهاف لوري ممكن في بعض النحل ما يحوشه تهويه فيصير في اختناق فيصير في موت. باليوم هذا انا ما انام، يصير في ستريس، يصير في ضغط عليك، ضغط نفسي، ضغط كبير. يعني انت اليوم انت قاعد تتعامل مع حشرات وحساسه، وهذه المخلوقات محبوسه ومسكره قبل تقريبا يوم. بعد ما نستورد النحل نحطه بالمناحل، نخلي النحل يرتاح يوم يومين 3 ايام على اساس انه هو يتاقلم على المحيط اللي هو فيه، يبدا يتعرف على المنطقه، يعرف وين مصادر المياه، وين مصادر الرحيق، وين مصادر حبوب اللقاح. بعد ما النحل ياخذ وضعه ويستقر احنا نروح الى هذه المناحل مثل ما قلت لك، نفتح الطرود ونسكنها. عمليه التسكين انه هو نفتح الصندوق نفسه عن طريق استخدام العتله، نشيل البراويز داخل بحيث ان احنا ما نموت الملكه، لان اذا ماتت الملكه خليه النحل او مملكه النحل كلها راح تنهار. فناخذ البراويز نحطهم في الخلية الخشبية الأساسية اللي هو بيت النحل الأساسي اللي راح يعيش فيه النحل خلال الموسم بالكامل اللي هو 3 شهور. بعدها نسكر الخلية ويصير في متابعة خلال الموسم، نتأكد أن النحل بلش يشتغل وبلش يجمع العسل إلى أن نقطف في شهر نوفمبر. السنة هذه لما بلشنا نفرز أول يومين فرز كنت متشائم، لأن المناطق اللي بلشنا فيها فرز كان مناطق هي خط عبور الخضيري. الخضيري هو عبارة عن طائر ياكل النحل، هو أحد أعداء النحل. فأول يومين احنا فرزنا العسل في هذه المناطق اللي كان فيها الخضيري منتشر، فشوية كان عندي تشاؤم. في ثالث يوم لما بلشنا نفرز بمناطق ما فيها خضيري، تبارك الرحمن كمية الإنتاج كانت ممتازة، جودة العسل كانت وايد أفضل من السنة طافت. احنا فرزنا قبل الأمطار، كذلك الرطوبة تعتبر قليلة السنة هذه أو شبه معدومة. احنا السنة هذه ما تأثرنا لا بالأمطار ولا بالرطوبة، وهذا نتيجته عسل أجود. يا رب لك الحمد. الحمد لله الحمد لله، أنا راضي السنة هذه عن جودة العسل، وكمية العسل كانت وفيرة أكثر. والسنة هذه أنتجنا ما يقارب 15 طن من العسل السدر الكويتي، مقسم على 3 أنواع: عسل الدانة، وعسل السدر الكويتي المميز، وعسل السدر الكويتي العادي. أنا أتمنى أمنية شخصية، أنا شفت الفايدة على صحتي، قويت مناعتي بعد ما استهلكت وكليت العسل اللي أنتجته من مناحلي الشخصية. أتمنى بأن كل إنسان يعيش هذا الشعور، يأكل العسل ويستمر فيه، وأنا متأكد عندي ثقة تامة بأنه راح يستفيد من هذا العسل وراح يشوف الصحة وراح يشوف العافية. ونشوفكم على خير موسم سدر 2026.